فيروس واناكراي أو أريد البكاء يكتسح أوروبا. تمكن من الهجوم على عدد كبير من المؤسسات والشركات حول العالم وتخويف خبراء أمن المعلومات الإلكترونية الذين يؤكدون أن المهاجمين وفي كل مرة يبدون أقوى مما كانوا عليه، ويستغلون ثغرات كثيرة في أنظمة التشغيل. في يوم واحد فقط نجح هذا الفيروس في اختراق شركات ومنظمات ووزارات، ثم بدأ يطالب بفدية مالية قبل أن يفك شفرته ويعيد الأجهزة لعملها. في البداية اشتكت مستشفيات بريطانية من تعطيل الأجهزة الخاصة بها، فلم يعد بمقدورها تقديم خدمات للمرضى. قالت رئيسة الوزراء البريطانية إن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف خدمة الصحة العامة في بريطانيا كان هجوما دوليا، كما أنه انتقل من الهجوم على المؤسسات الصحية إلى منظمات عدة في البلاد. استمر الهجوم لينتقل إلى دول أخرى، وطال منظمات في استراليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك. وكان الفيروس متخفيا في عدد هائل من الرسائل الإلكترونية المؤذية التي وصلت للمستخدمين. حتى روسيا التي تتهمها أوروبا وأمريكا عادة بأنها وراء الهجمات الإلكترونية أصابتها الهجمة بضرر، واستولت على نحو 1000 جهاز إلكتروني يتبع لمؤسسات الدولة. لكن موسكو أكدت أن الفيروس لم يؤدي إلى تسريب أي معلومات من تلك الأجهزة. يتعلق الأمر على ما يبدو هذه المرة بالمال. يقول الفيروس: أعطونا المال نعد لكم أجهزتكم للعمل. لكن توصيات كثيرة من الخبراء ومن المراكز الأمنية طالبت الدول بعدم منح القراصنة ما يريدون من الأموال، لأنها ستقويهم وتمهد لهجمات جديدة أقوى.